بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. برنامج الشفاء السهل اسم على مسمى، هو شفاء نتخلص من كل الأمراض اللي أوهمونا أنه ما لها حل. كل الأمراض، وحطوا 20 خط تحت كل، بكل سهولة نتخلص من الأمراض بسهولة. نتخلص من الوزن الزائد اللي هو صار بعبع بكل سهولة، من أمراض الضغط والنقرس، ارتجاع المليء والقولون، بتزيد طاقتنا حوالي 5 أضعاف. كل شيء بخطر ببالك من أمراض، مصداقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلق الله من داء إلا قد خلق له دواء. اللي بنعمله احنا من نرجع الجسم لحياة جدودنا تماما. اللي صار بهالسنين هاي بهوالي 100 سنة السابقة انه حطوا عقبات امام جسمنا بحيث يمنعوا من انه يشافي نفسه، بينما رب العالمين خلق الجسم يستطيع يشافي نفسه. هي حوالي 10 طرق مقسمة حوالي 15 فيديو حسب السعة. راح تكون طرق بسيطة جدا، راح تتفاجئوا انه الشفاء من الامراض، انه العودة تماما للحياة اللي كنا نحلم فيها بكل سهولة. لازم ندحض انه في مرض ما له علاج، وهالكلام مش صحيح. لازم ندحض انه بعد عمر معين انت الطبيعي تصاب بالامراض. معظم الامراض هي عبارة عن عادات غذائية. راح نعدل عاداتنا الغذائية وعاداتنا الصحية وعادات النوم وعادات التنفس بطرق بسيطة جدا وتكلفة بسيطة جدا. سر هالبرنامج انه تكلفته بسيطة لكن مخفي عليه. انا ما جبته من المريخ ولا جبته من كوكب ثاني، هي عبارة عن دراسات اخفي عليه مشان مرابح اللي تبلغ مليارات لشركات الاغذية والادوية. من غير المعقول يقبلوا انه حدا ينافسهم على الربح. دواء واحد، دواء فقط الكوليسترول، بتبلغ ارباحه حوالي 50 ل 90 مليار بالسنة. أدوية السكري تبلغ نفس الشيء. أدوية السرطان أنفق عليها حوالي 500 مليار، وكل المشكلة إنه كل هالأشياء بازدياد. لذلك لازم ننطلق بحيث نشافي نفسنا. إلا بدي إياه منكم بعد إنكم تسمعوا الفيديو بكل سهولة، ونسمع الثاني والثالث، وبعدين نكرره مرة ومرتين وثلاث، ونبدأ. لا تستهينوا بالطريقة انها سهلة جدا، ولكن نبدأ ناخذ فيه. راح يكون معلومات قيمة جدا وبسيطة، واللي بيحب يتعمق راح انزل مراجع تماما يفوت اللي عنده حب للاطلاع. ولكن مشان ما تملوا راح تكون الفيديوهات حوالي من 7 إلى 10 دقائق فقط، فكل طريقة راح تكون بسيطة جدا. اللي بيحب يتعمق مثل ما قلنا ممكن يفوت، ولكن انا بدي اياكم تسمعوه وتحاولوا تطبقوا اول باول، وراح اكون مساعد لكم. بالاخير راح اعطيكم بعض المكملات الغذائية لابد ناخذ منها اساميها طبعا. راح اعطيكم برنامج غذائي كمثال، اما انت بتستطيع تنفذ برنامجك الغذائي. والحقيقة ما في حرمان، بالعكس في بعض الطرق راح تكون مكافآت، راح تتفاجئوا ان اشياء ممتعة وبتحسن صحتنا. للاسف احنا عم نمشي عكس التيار، بنحط العصي بالدواليب امام جسمنا، بينما رب العالمين خلق الجسم اوضع فيه قوة كامنة وقوة غريبة جدا تستطيع يشافي نفسه ويتخلص من كل الامراض، وحدها الوزن الزائد.